وفي لقاء تلفزيوني مع فتحي رياض ابن الفنان رياض الأصابجي قال: والدي كان طيب جدا ودموعه قريبة جدا. وفي أثناء تصويره لدوره في فيلم أبو أحمد مع الفنان فريد شوقي تعب وجاله شلل 5 سنين. صعبت عليه نفسه بسبب ناس كتير ما جاتش شافته ولا حتى زارته، وبالذات اسماعيل ياسين ما جالوش خالص. ولما فريد شوقي جه زاره وقال له: ياسين ما جالكش، راح معيط بسبب انه صعبت عليه نفسه. رد عليه شوقي وقال له: انت عارف ياسين هو كده ملوش غير ابو السعودي الابياري. أشار فتحي إن الموقف ده كان ليه تأثير سيء على نفسية والده قبل الوفاة، وكان بيسأل: طيب وهو أنا عملت فيك إيه يا إسماعيل؟ ده إحنا كنا إخوات يا أخي، طب تعالى زورني وأنا عيان. ولما توفى ما جاش، وفي ال40 ما جاش. أضاف فتحي أيضا إن الفنان فريد شوقي اللي وقف بجواره كان بيرسل لهم أموال تساعدهم في المعيشة قبل وبعد وفاة الفنان رياض الأصابجي.